السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرفكم ان لو الغلاية عندك ما بتفصلش، طبعا ما ترميهاش بقى وتجيب غيرها او تروح بقى تصلحها والراجل يقعد يقول لك كان وماني ويتكبر لك الموضوع. لا، النهاردة انا هعرفك تصلحها لوحدك بطريقة سهلة. لو انت بتحطها وتستنى المية تغلي 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 ما بتفصلش خالص، هقول لك تعمل ايه. في حاجة صغيرة خالص كده بتتغير، يا بتتغير يا بتتنضف. هوريك مكانها والمكان سهل خالص وتعرف الطريقة على طول. طبعا دي غلاية طبعا من القدام. كل الغلايات زي بعضها. المكان اللي انا هقولك عليه ده بيبقى عند الزرار بتاعها ده. هعرفكم ايه بقى المكان اللي هو السر اللي بيخليها تفصل. طبعا انا فككها، بس فكك المسامير بتاعتها اهي، على اساس ما اقعدش اطول في الفيديو يعني على الفاضي. تمام. طبعا احنا كان فيها مسمار من هنا فكناه. تمام اهي فكتها خالص اهي. تمام. في غلايات بتتفك من تحت بثلاث مسامير، يعني حسب ما الزرار ده تلاقيه. شايفين الزرار بتاعها ده؟ هو ده الزرار. هتلاقي المكان اللي انا هقولك عليه اللي بيخليها ما تفصلش. شايفين الحته الصغيره اللي هي شبه القرش دي اهي، الصغيره دي هي دي بقى اللي بتخلي الغلايه تفصل او ما تفصلش. المكان دي لو بتصدي ممكن بتطلعها وتنضفها، يا اما انت لو لقيتها خلاص مش نافعه خالص بتطلعها بالراحه خالص كده بدبوس وتجيب واحده جديده. يا كده طبعا اهي. بص، اول ما بتحس بالسخونيه اهو كده فصلت. اول ما بتحس بالسخونيه في الغلايه بتخلي الزرار يفصل، خلاص الغلايه بتفصل. دي لو باظت خلاص الغلايه بتنها تشتغل. مع الوقت بقى تلاقي الغلايه باظت خالص، اتحرقت وما بتشتغلش. فانت خد بالك لو الغلايه مش شغاله يبقى هو ده السبب. هتنطره كده، يا اما تطلع وتنضفه بحته قطنه كده بسبيرتو كده، وتقعد تنضف فيه لغايه ما تحس ان هو بيلمع. هيشتغل معاك تاني. هوريهولكوا تاني اهو. بص كده كده كأن انا شغلت الغلايه اهو. يا دوبك ده انا ده غيرته، كان بايظ. اول ما بيحس بالسخونيه يفصل على طول اهو. تمام. هو ده السبب اللي بيخليها ما تفصلش. اما بقى في حاجات تانية، لو مثلا الغلاية من جوه اتحرقت ولا كلام من ده امر تاني خالص. اما هو ده لو هي ما بتفصلش يبقى هو دوت السبب. وطبعا انتظرونا في فيديوهات كتير وحاجات تاني تصليحات كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.